هو ازاي اعرف ان الورم ده حميد او خبيث؟ معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. في الفيديو ده هبين شويه حاجات كده تقدر تخلينا نفرق او ناخد فكره اذا كان الورم ده ماشي في سكه الحميد ولا الخبيث. اكتر حاجه في الاورام الحميده ان هو بيبقى من زمان وبقاله فتره طويله قوي وما بيكبرش بسرعه، وكمان بتلاقيه بيتحرك جوه الثدي، وحواف الامان الحواف بتاعته بتبقى سموث او بتبقى مسطحه ومستويه، واقدر احركه جوه الثدي بحريه. لكن الورم الخبيث بتبقى الكتله صلبه محجره جدا جدا ومش متحركه ناشفه، ومش بقدر احس انها مستويه السطح، بلاقيها معرجه او طالع منها سبايكس كده او بروزات مخليها تبقى متوغله جوه النسيج. عشان كده الورم السرطاني بنسميه ورم غازي. لكن الورم الحميد بيبقى جوه كبسوله، الكبسوله دي فاصلاه عن النسيج بتاع الثدي الطبيعي، فبالتالي بتبقى متحركه، واقدر افصل النسيج بتاع الثدي عن الورم اثناء الجراحه بسهوله جدا. نشيل الورم من غير ما ناخد اي حاجه من نسيج الثدي الطبيعي. لكن الاورام الخبيثه بيبقى لازم نشيل جزء من نسيج الثدي الطبيعي اللي حوالين الورم اللي بنسميه حواف امان. طيب، هل الفحص الاكلينيكي او ان انا افحص نفسي واعرف اقدر افرق اذا كان ده حميد او خبيث وبالتالي ما اروحش للدكتور؟ لا طبعا. اي كتله حسيناها في الثدي بيبقى لازم نروح لدكتور متخصص في جراحه الثدي عشان يبتدي يعمل الفحوصات الصحيحه اللي تؤكد اذا كان الورم ده حميد او خبيث. وايه هي الفحوصات؟ طبعا لازم سونار لو تحت سن ال40، وماموجرام لو فوق سن ال40. وبناء على مدى الاشتباه او الوصف بتاع الكتله في الاشعه بيبقى بيحدد لي اذا كنت اخد منها عينه او لا، لان العينه هي الوسيله القطعه الوحيده اللي تثبت ان الورم ده حميد او خبيث. ومفيش حاجه اسمها ان انا اتسرع واشيل الورم وبعدين اشوف احلله هيطلع حميد ولا خبيث. يبقى الاشعه والعينه الابره القطعه هي الوسيله الوحيده المؤكده لتشخيص ان الورم حميد او خبيث، وبالتالي ابتدي اعرف الخطه العلاجيه بتاعتي. طبعا مش كل الاورام الحميده، يعني في ناس هتسالني تقول لي ما دام حميد في الاشعه هاخد منه عينه ليه؟ لا، في بعض الاورام الحميده بيبقى شكلها في الاشعه فيها حاجه اتيبيكال او مش طبيعيه زي بقيه كل الحاجات الحميده، فبالتالي بيبقى لازم ناخد منها العينه عشان نتاكد هي اي نوع من الاورام الحميده، لان مش كلهم بيتشالوا بنفس الطريقه. في حاجات بتتشال الورم بس، وفي حاجات بيتشال الورم حواف امان. يا رب اكون افدتكم. تابعونا في فيديوهات تانيه كتير.